الأستاذ نبيل فقيه رئيس الفرع الجوي المحامين بالمنستير. اليوم ترى نظم وقفة احتجاجية ذو أسباب يفضي أحدهما إلى الآخر. السبب الأول هو عدم اهتمام سلطة الإشراف بمرفق العدالة على مستوى محاكم المنستير. خلينا نقولوا احنا نلطفوا أكثر، وهو تقصير الحقيقة في العناية بمرفق العدالة المنستير على عدة مستويات. المستوى الأول هو الإطار القضائي، ثم نقص كبير برشا في الإطار القضائي. احنا نقيموه كمحامين كبير خاطر نشوفوا اللي فما اضطراب وفما تعطيل في سير القضايا وفي تلخيص القضايا. اليوم عدة محاكم في المنستير ناقصة قضاة. اليوم المحكمة الابتدائية بالمنستير، محكمة الاستئناف نزاهوا بالاستئناف بالمنستير ما فيهاش وكيل عام، ما فيهاش رئيس دائرة جنائية. اليوم محكمة المنستير الاستئناف تفتقر إلى حوالي 4 مستشارين باش تكون السير نتاعها عادي. المحكمة الابتدائية ما تخرجش على المسألة هذه. اليوم في المحكمة الابتدائية المنستير ما عندناش قاضي تنفيذ العقوبات، وما أدراك ما مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات. ما عندناش كذلك قاضي تحقيق أطفال. وثم النقص على مستوى الدوائر. النقص هذا يأثر ضرورة على التلخيص، يأثر ضرورة على فصل القضايا، يأثر ضرورة على شروط المحاكمة العادلة، وهذا السبب الثاني اللي صرته. المسألة الثانية متعلقة على مستوى التجهيزات وعلى مستوى المرافق وعلى مستوى اللوجستي. المحكمة الابتدائية المنستير الحقيقة بالحجم العمل الموكول لها، ولهنا أنا نثني على جهود القضاة وجهود المحامين والمتداخلين في العدالة، تعبين ناس تعب. علاش؟ خاطر الإطار المكاني في المحكمة الابتدائية ما عادش يسمح باش يلبي الضغط الكبير في القضايا الموجودة اليوم. واحنا دعينا كمحامين منذ أكثر من 5 سنوات إلى ضرورة تشييد محكمة أخرى يكون فيها شروط المحكمة العصرية متوفرة. كيف المحكمة العقارية اليوم في الموظفين ولا في الإطار الإداري ناقص عدد موظفين. المحكمة الابتدائية القائمين على المحكمة الابتدائية بعثوا عدة مراسلات لسلطة الإشراف باش تمكنهم من موظفين. العدد نتاعهم يبلغ 28 حسب الإحصائيات وحسب الترتيبات اللي هما شافوه. هذا الكل ما لقاش أذان صاغ. عندنا في الوقفة الاحتجاجية دي حبينا نلفتوا انظار سلطة الإشراف اللي فما نواقص، اللي فما نقائص في سبيل إيصال الحق لأصحابه، في سبيل إحقاق الحق، في سبيل خدمة العدالة. هذه هي أسباب الوقفة الاحتجاجية اللي عملناها اليوم في المحكمة.